السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا في مطبخ زهور أم محمد. اليوم إن شاء الله نقدم لكم طنجية بالملوجة ديال البيبي. يعني في الكوكوط سريعة، يعني ماشي عاد نديو على الفرنات شي لا حتى حاجة. وكتجي لذيذة بالملوجة ديال البيبي. بسم الله نبداو في المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الملوجة ديال البيبي، غسلتهم مزيان نظفوهم. انا كنخليهم بالجلده، كنحيد على كانت الجلده غليظه فيها سميتو كنحيدها، اما ديك الرقيقه كنخليها. عندي هنايا معلقه ديال السمن، عندي هنايا الحامض مصير، درت نص حامضه نقطعها غير هكا عشوائيه، نخليوها ما غاديش نقطعوها رقيق، نقطعوها هكا كل فرع نقطعو على جوج. عندي معلقه كبيره ديال الكمون، طنجيه كتبغي الكمون. عندي نص معلقه كبيره يعني معلقه صغيره ديال قزبر يابس، نطحهم. عندي هنا واحد الطامه ديال الزعفران او وحده كندير انا قاصحه، نخليها كتذوب بحدها. عندي زيت البلديه، ممكن تخلطوا ما كاينش زيت البلديه، ممكن تخلطوا ما بين رومي وبلديه، وكتجي بلديه احسن. تقريبا شي كاس صغير. بسم الله. عندي هنايا 4 الفصوص ديال الثوم، انا كنخليهم بقشرتهم، هادو صغار كنخليهم بقشرتهم بكل شيء، كنحيدها القشره البيضاء اللي كنحيد صافي وكنرميهم هكا. عندي هنايا كاس ديال الماء، كاس بحال ما عمرش، هذا ديال العنبه، اللي كان كاس صغير ديروا كاس صغير عامر، هذا كان كاس ديال العنبه انا ما عمرتوش. صافي كنخلطوا كلشي. صافي كنسدو عليها الكوكوط، كنسدو الكوكوط وكندير انايا كندير الحديده اللي كندير فوق منها الطاجين، هي اللي كنديرها على الراس صغير في البوطه، نقص العافيه، وكندير الحديده وعاد كندير عليها الكوكوط، وكنخليها طيب حتى ساعه ساعه ونص، يعني حيت على عافيه تكون يعني بحال كما كنقولوا كنطيبوها على شمعه. ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. ها هو الطنجيه ديالنا بعد ما كتوجد، راه كتجي معلكه ولذيذه وبسرعه، يعني شي حاجه اللي هي يعني سهله، ما فيها لا تماره لا والو، غير دير كلشي وسد عليها في الكوكوط. تقريبا انا راه جوج سوايع نقص البوطه على طافيه. صافي ها هي الطنجيه ديالنا واجده، تاكلوها بالصحه والراحه، وما تنسوناش من الاشتراك واللايك والدعم، بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.